السلام عليكم ورحمة الله. معكم أبو مكة من قناة محب طيور الزينة وزراعة الأصل. النهاردة معانا فيديو اللي هو نوضح ازاي البيض بتاع العصافير ما بيبقاش مخصب. طيب الطريقة اللي احنا عاوزين نقول لكم عليها عشان البيض بتاعكم بفضل الله يكون مخصب، في أخطاء الناس بترتكبها اللي هي بتحط الوقافة زي ما انتم شايفين، وقافة واحدة كده. تمام، أنا عاوز أوريكم. لما بنحط وقافة واحدة كده والذكر بيجي يكسر على النتاية يخصبها يعني، فبتحصل ايه؟ عملية اهتزاز. فأثناء عملية الاهتزاز دي الذكر ما بيعرفش يخصب الأنثى. طيب احنا الفيديو بتاعنا مختصر جدا جدا. لو احنا حطيناهم زي كده نجوز على بعض هيبقوا فيهم قوة اللي الذكر يخصب الأنثى وما يتهزوش زي ما انتم شايفين كده. الذكر واقف اهو، بصوا معايا، يبقوا بالطريقة دي. انا عاوز اوضح لكم الطريقة. لما تيجي تحط الوقفات بتاعتك حطهم بالطريقة دي عشان الذكر يعرف يخصب الأنثى كده. بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده بتبقى العملية شديدة، فطبعا بيحصل عملية تخصيب للأنثى. وانا حبيت بس اقول لكم عشان ساعات كتير بيبقى في بيض كتير بس مش مخصب، وبنفتكر ان الذكر يعني ضعيف، تعبان، ما بيخصبش الانثى. فدي بتبقى اخطاء كلنا بنرتكبها، اللي احنا بنحط وقفه واحده بتبقى طريه، والذكر لما بيجي يكسر على الانثى بيحصل عمليه اهتزاز. وطبعا الفيديو ده للاستفاده، ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساناش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلك منا كل ما هو جديد من قناه محب طيور الزينه وزراعه الاسطح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.